لسه راجع من السينما بعد ما شفت فيلم الجوكر وانا جاي على حرق، فلو انت عايز تتفرج على الفيلم احلق خالص اللي انا بقوله ده. طيب انا داخل الفيلم وانا الاكسبكتيشنز بتاعتي ليه اوطى من الموس على الرخام. كل الناس بتشتم فيه، ايه اللي انت عملته ده يا توفت فيليبس يا مخرج في هذا الجوكر. مش عارف إيه الفيلم ميوزيكال، انا بحب الميوزيكالز، فانا داخل على اساس ان انا ايه هتفرج على حاجه جديده. قلت توت فيليبس المخرج اللي اخرج الجزء الاولاني من جوكر وهو اصلا مخرج هانج اوفر، فقلت ده اكيد هيفرقع فرقعه فنيه، والفيلم ده 200 مليون دولار، يعني الراجل صارف ومكلف وجايبين بريك من الغالي وجايبين مجاميع بقى واكستراز، ليله كبيره سعادتك، ده احنا هنشوف اللي ما شفناهوش. فدخلت الفيلم. بعدين الفيلم بيبتدي بكرتون لوني تونز. فمشكله الناس بتوع الكوميكس بيكرهوا جدا ان حد يقول عليهم كرتون، فالمخرج من الاول خالص بيقول لهم يا جماعه الفيلم ده مش لهواة الدي سي، يعني لو انت دي سي فانا مش الفيلم ده مش ليك. طب امال لمين؟ انت عامله ليه ليه جوكر وجاي بتاع. بعدين لوني تونز، يعني لوني تونز لما نيجي نترجمها اللي هي لوني تيونز، يعني ان هو لوني ففيها مجنون، وهو كرتون فهو راجل المفروض بيضحك الكرتون بس هو مجنون. ياه يا على اللفه، ياه شوف جابها منين وملهاش معنى. يعني دخلت اللي هي ورن براذر يا ماشي خلاص انا مسامح. تعالى نخش نشوف نتفرج على الفيلم. هو فين الجوكر؟ يعني الفيلم ده لو كان اسمه ارثر بس ما هوش الجوكر، تعالوا نشوف كان هيبقى رايي ايه. طيب لو هو ده الجوكر، المفروض ده الجوكر ده الراجل رمز الفوضى. انا هحرق بحذر تاني، كنت سمعت التحذير الاولاني بقى دي بحذر تاني. الجوكر رمز الفوضى النهارده قاعد في المحكمه. محكمه ايه؟ ما ده عكس الجوكر يا جماعه. يعني هو لو كان اتخانق مع الست ليدي جاجا هيروحوا مع بعض محكمه الاسره؟ يعني ايه يا جماعه؟ ده راجل فوضى، ده راجل في فور فينديتا، ده راجل بيخوف باتمان. اللي انا شفته في الفيلم ده ما بيخوفش باتمان، ده راجل انا صعب عليا، هو المفروض يصعب عليك او كل حاجه. ده راجل من اول الفيلم لاخره عمال يتضرب ويتهان، ما بيعملش حاجه، ما لا يثير اي شغب. ده المفروض ده الراجل يعني. وبعدين يعني الميوزك، انا بحب الميوزيكالز بس ده ميوزيكال بلا هدف. ميوزيكال عشان خاطر ابقى اعمل ميوزيكال، عشان خاطر انا شفت روب مارشال عمل شيكاغو 9 اند هاف فانا عايز اعمل ميوزيكال، بس ما عرفتش برضه تعمل ميوزيكال. وبعدين انت المفروض ده جوكر ده الراجل اللي هو المفروض العدو بتاع باتمان. طب باتمان ده يخش معاه وهما الاثنين يرقصوا مع بعض بقى شك شك مرزوقه تعالي جنبي، يعني هيعملوا ايه؟ طيب ايه يعني هيخشوا فالس مع بعض بايه يعني؟ ده بيخوف باتمان؟ ده بيخوفش اي حاجه يا جماعه. ده راجل ارثر هو يعني مش جوكر، ما شفتش الجوكر يعني. ده راجل لو شفته في الشارع بتطلع ايدك من جيبك تدي لي فيه النصيب وتروحه وتقول له اتكل على الله. يعني مش قادر افهم. وبعدين بغض النظر ان هو ده خلاص اتفقنا ان هو ده مش جوكر، ده هنعمل فيلم اسمه ارثر، والفيلم ده هنعمل حاجه رومانتك ميوزيكال نوار سايكيديليك سايكوباث بتاع. يلا بينا. وفي انا هحرق، والحته اللي هو وهي ولعت في المكان فطلعوا يجروا، فالله ده انا داخل اشوف فيلم جميل وطلعوا على السور والناس ده انا داخل على فيلم بقى. ايوه بقى يا جوكر يا ملعب، ايوه بقى خش. ولا حاجه حصلت. فهو الفيلم لو انت بتحب الجوكر اكيد مش هيعجبك، اكيد انت هتقفش قفشه بتاعه. ولو انت تغاضيت عن موضوع الجوكر زي حالاتي عادي، فيلم اسمه ارثر برضه مش هيعجبك. هو ارثر ده عايز ايه؟ ارسنال عايز ايه من الفيلم؟ يعني هو عايز يعمل ايه؟ وبعدين هو ابتدى بايه ووصل لايه وعمل ايه؟ ما عملش اي حاجه. الفيلم فعلا انا اعتقد ان توت فيليبس المخرج ما بيحبش ما بيحبش الجونر ده. انا ما اعرفش، هو غالبا ما بيحبش الجونر ده. ده تفسيري الوحيد، او هو حاول يعمل حاجه فلسفه فنيه فقلشت منه، خيشت هي لبست. انا لو من الناس في المسؤولين يعني عن شخصيه الجوكر، عن براند الجوكر، عشان يرجع تاني ادوا مات ريفز اللي عمل ده باتمان، يدينك بقى واحد جوكر كابوس اخوان فينيكس وكل حاجه، بس يديك واحد كابوس في اللي يرجعنا تاني الاجواء بقى جوثام. وبعدين بقى السؤال بقى، هي جوثام سيتي ولا نيويورك؟ عشان ساعات كانوا بيقولوا جوثام، ساعات كانوا بيقولوا نيويورك.
فدي حاجه، هل دي حاجه مثلا ليها رمزيه؟ وبعدين كل شويه يتفرجوا على الكرتون، فبرضه يتفرجوا على لوني تيونز، اللي هو الكرتون، اللي هو كرتون المفروض بيضحك بس هو لوني يعني مجنون. فيا شوف اللفه، شوف اللفه. فنصيحتي لو انت بتحب الجوكر ما تتفرجش على الفيلم، ولو انت مش فارق معاك الجوكر عايز تتفرج على فيلم ارثر بغض النظر عن اي حاجه، برضه تتفرجش على الفيلم عادي جدا. لو انت من محبي اخوان فينيكس هو ده احلى حاجه في الفيلم، بس يعني كان ممكن تتفرج عليه في حاجه تانية. لو انت من محبي ليدي جاجا يعني برضه ما تتفرجش على الفيلم، يعني هم كويسين والسينماتوجرافي حلوه، بس فين الجوكر؟ فين ال 200 مليون دولار يا تود فيليبس؟ فين يا مان؟ فين البادجت؟